أعزائي المشاهدين، معنا قامة كبيرة هي وبحق كبيرة في العطاء والبذل. إنه أحد أبطال مصر المشهودين والمعروف لهم بالكفاءة الحربية والقتالية. معنا اليوم الربان عمر عز الدين، أحد أبطال عملية إيلات. أهلا بك يا سيادة القبطان. أهلا بك يا فندم، وسيادتك اديتني أكتر من حقي. التحية دي تبقى لكل ضباط وأفراد القوات المسلحة وللشعب المصري البطل اللي أنا واحد منه، أنا وزملائي. وإحنا في بلد جميلة، بورسعيد دي بلد جميلة، بلد البطولات. فإحنا كل سنة طيب، ولا نستحق كل هذا يعني المجاملة. إحنا بنعمل واجبنا وما عملناش أكتر من واجبنا. اللي هو الواجب القومي واجب مقدس، وكلنا بنسعى لان احنا نبذل هذا الواجب. ولكن حضرتك ضربت مثل وقدوة للكثيرين من ابناء هذا الوطن ان يحذو حذو سعادتك فيما فعلته من اجل هذا الوطن. الله يخليك. انا بس افتكرت فيه الحقيقة واحدة من بناتنا في الندوة، فقالت سؤال جميل قوي. قالت طب انت وزمايلك احنا شايفين بطولات خارقة، وكل عملية لما نمسك كل عملية نلاقي فيها بطولات خارقة من الضباط ومن الجنود المصريين. فهي بتقول انتوا يعني اتربيتوا ازاي؟ ايه اللي خلاكوا بهذه الوطنية وهذا الفداء اللي انتوا بتعملوه؟ فطبعا الموضوع بسيط جدا. قلت لها هي الموضوع كله في بناء الانسان. احنا اتعلمنا كويس وتثقفنا كويس. احنا كانوا بيدرسوا لنا موسيقى، والبنات زمايلنا كانوا بياخدوا باليه وفن ونحت وبتاع. الكلام ده كله يا جماعه هو ده اللي بيبني الانسان، بيبني انسان متحضر يحب بلده ويبقى عنده وطنيه ويضحي بنفسه عشان البلد. انما احنا دلوقتي احنا بنموت بعض كعرب، يعني شيء مؤسف. لسه بكلم مره قال لك اسرائيل ولا امريكا دول حاولوا يتفرجوا عليك عشان انت بتموت بعض. طب بنموت بعض ليه؟ عشان احنا التعليم حصل فيه هبوط ومفيش ثقافه. فمراكز الثقافه او قصور الثقافه دي عليها عامل مهم قوي، ان احنا نبتدي نعمل جيل ونبني الانسان، اعاده بناء الانسان. هتاخد وقت بس نبتدي في الطريق. سياده القبطان، عايزين نعرف ذكرى بسيطه او قليله عن ما حدث في الطريق الى ايلات. طبعا ادي نفس الكلام بنقول الفن مهم جدا، ولولا الفن وعملوا فيلم جميل اسمه الطريق الى ايلات ما كانش اي بطولات طلعت من الضفادع البشريه. طبعا قصه حقيقيه، مش عمليه واحده زي ما طلع في الفيلم. لا، احنا دخلنا ايلات دي 5 مرات ونفذنا 3 عمليات، وكل ده تم في خلال 7 أشهر. فده يوريك ادي قدرة الجندي والضابط المصري من البطولة والفداء، انك تخش على نفس هذا الميناء 3 مرات في خلال 7 أشهر. دي ما حصلتش في العالم كله، وكل العمليات ناجحة، وفي آلاف البطولات في جميع الأسلحة وجميع المواقع. إنما يمكن أنا كنت محظوظ إن أنا كنت في الضفادع البشرية واشتركت في هذه العمليات. واتعمل كمان فيلم اسمه الطريق إلى إيلات فكر الشعب المصري بهذه البطولة، وبطولات أخرى كتير قوي. الحقيقة احنا كلنا فخر بالحقيقة بعطاء حضرتك واصدقائك وزملائك من جنود وضفادع البشرية وجنود الجيش المصري البطل. النهاردة بنقول لمصر كلها كل سنة وانتم طيبة بانتصار حرب اكتوبر. عملية الطريق الى ايلات كانت قبل حرب اكتوبر. دي كانت في خلال حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف كانت من بعد الهزيمة بتاعت من يونيو 67 إلى أغسطس 70، اللي هو مبادرة سوجاس وقف إطلاق النار. الفترة دي حرب الاستنزاف تم فيها كل عمليات الضفادع دي. يمكن وتم عملية كمان بطولة خارقة في غرب أفريقيا في أبيجان. أيوة. يعني ضفادع البشرية برضه راحت أبيجان في غرب أفريقيا ودمرت حفار إسرائيلي قبل ما يخش في خليج السويس. في أعمال بطولية كتير،
وفي طبعا دي مهدت للعبور العظيم في 6 اكتوبر 73. نقول حضرتك بعد ما قدمته من اعمال بطوليه، ايه كان شعورك برفع العلم المصري في 6 اكتوبر 1973؟ يمكن الجيل بتاعنا هو جيل حس بهزيمة 67، صحيح. والحقيقة ما كانش لنا يد فيها لأن ما لحقناش نحارب، يعني الجيش ما حاربش. صحيح. هذا الشعور أنت عارف شعور يعني كنا بنحس بالهوان والمذلة. هذا الشعور كان كل الجنود والضباط يعني يا نرجع كرامتنا ونرجع كبريائنا وحريتنا تاني بعد احتلوا سينا، يعني محتلينك كمان. فكان ما قدامناش طريق غير يا نرجع الكرامة ونرجع الأرض يا نستشهد. اكون او لا اكون. بالظبط، ملاش حل. صحيح. وده بيتكرر حاليا. خد بالك احنا وضعنا حاليا برضو نكون او لا نكون. احنا حرب ضد التخلف وضد الارهابيين دول، وموقفنا الاقتصادي سيء ولازم نلحق نفسينا، فلازم كلنا نتكاتف ونشتغل ليل نهار لنكون والا يبقى مصيرنا بالظبط. سياده القبطان، سعداء جدا بلقائنا مع حضرتك النهارده. نورت بورسعيد وشرفت بورسعيد وقناه البركان ومشاهدي قناه البركان بينقلوا لحضرتك كل التحيه والتقدير. وكلمه اخيره لحضرتك لابناء مصر في هذه الايام الصعبه. ايام مصر بنقول لهم يا مصر اهتموا بحاجتين، اهتموا بالتعليم والثقافه وحب البلد، واوعوا تتفرقوا، لازم تبقى يد واحدة. او حتى في بعض الاخطاء من الحكومة مش مهم، اي حد ممكن يخطأ اخطاء بسيطة، المهم الوحدة. اللي ينادي ان انت تروح تعمل مظاهرة ولا تحرق ولا تدمر ده عاوز يخرب البلد، مش وقتها. ودلوقتي احنا محتاجين لوحدة البلد من جميع الاوجه. حتى بقول لأي واحد مختلف سياسيا مش وقته، بص لمصر وبص لمصلحة مصر، وخلينا كلنا مصريين في المقام الأول، لأن ده هو هدفنا، بناء مصر من جديد. بنشكر حضرتك يا سيادة القبطان، وإن شاء الله كده دائما في خير وصحة وسعادة، وتحيا مصر. وتحيا مصر. ألف شكر. أعزائي المشاهدين، كنا مع قامات أدبية وفنية كبيرة، ونلتقي في حلقة أخرى.